تشهري انت وهي، الساعه بقت 10. جرى ايه يا جليل؟ هما يصحوا بدري كده؟ ما يمكن يصحوا يا اختي يلاقوا نفسهم جعانين ياكلوا ويناموا تاني، ما يجراش حاجه. اني قلت كده برضه، عشان كده جيت من الفجر، قلت الفرح خلص بدري اكيد هيصحوا بدري. طب الناس اللي هيجوا هنقدم لهم ايه؟ كحك وبسكويت وغريبه. ايوه، والبتاع الحلو اللي انت عاملاه ده سيبيه للعرسان. حق يا جليلي، الفتي بور اللي عاملاه سعاد سكر زي احلى من الغريبه. بيتي فور ايه بس يا غاليه؟ بيتي فور اسهل بكتير من اللي قلتيه ده. دي كبيرها البتاو. كده برضه يا جليل، اختشي على دمك يا بت. لا ما اختشيش، اللي يختشي من بنت عمه ما يجيبش منها عيال، وانا بقول الحق، ولا اللي يقول الحق تخرجوه من البلد. شفت البت ولسانها؟ يوه، ده باين اهل العروسه وصلوا. شاكر شاكر يا حبيبي، اصحى بقى يلا. صباح الخير على اجمل عيون في الدنيا كلها. صباح الفل يا حبيبي، يلا بقى البيت كله صحي والدنيا اتملت زغاريد. بيت كله صحي بدري كده؟ بدري ايه بس، بدري من عمرك، احنا داخلين على الساعة 10 وبعدين كمان يظهر ان بابا جه. بابا جه؟ لا، ما دام بقى الحاج سلطان جه يبقى لازم اقوم فورا كمان. هو يا عرايس كفايه كده، الناس جايه تبارك وتهان. تعالي يا جلجله ادخلي تعالي. حاضر يا ابله حالا. الله في ايه؟ ايه يا جلجله في ايه بس؟ صباحيتي حرام عليكي، تعالي ليه؟ يا ألف نهار أبيض يا حبيبي، افتكرت المرحوم أمك، كان نفسها تشوف اليوم ده. الله يرحمها بقى. تعيش وتفتكري يا ابله. اقعدي يا حبيبتي، اقعدي قولي. الله 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 الله، ايه الاكل ده كله؟ ألف هنا وشفا يا حبيبي، ده أكل عرايس، كل كده وتهنى وأكل الأمور عروستك دي. طب ما تتفضلي معانا يا ابله. ماشي يا حبيبتي، بسم الله يلا، الرحمن يلا. الرحيم. لا إيه؟ ما يصحش. ليه؟ كلوا انتوا المرة دي واني اوعدكم ان انا هاكل معاكم. يلا الف هنا وشيفا. يلا ما تتاخروش، الناس بره جايه تبارك وتهاني، خلصونا مش عايزين جنان. خلاص. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. يا ألف مرحبا. يا أهلا يا أهلا يا حاج حسين. يا أهلا وسهلا. ازيك يا ولاد؟ ازيك يا مرعي؟ ازيك يا حاج؟ أهلا. يا 1300 مبروك علينا وعليكم. ألف مبروك علينا، وإن شاء الله ربنا يجعل أيامهم هنا وسعد. آمين يا رب. والله الليلة كانت زي العسل. والله البلد كلها كانت في فرح. عقبال ما نفرح بيك يا مرعي. لا لسه بدري. بدري يا راجل، انت ما غيرتش من صاحبك ولا ايه؟ ده شكله امبارح كان يفتح النفس على الجواز. ما انا نفسي اتفتحت برضه، بس لما اقف على رجلها ان شاء الله. ان شاء الله. ربنا يسهل لك امورك ويحقق لك كل مرادك. تعيش يا عمي. طب مش ننده العرايس بقى؟ مش نستنى اما نعرف اذا كانوا صحي ولا لسه. يا ام حسن، يا جليلي. ايوه يا ابو حسن، شوف لنا العرسان صحي ولا لسه. صحي يابا من بدري ودخلت لهم الفطار كمان. يا صلاة النبي يا صلاة النبي. عليه الصلاة والسلام. طب ناديلهم بقى عشان نطمن عليهم. ايوه عشان نبارك لهم يلا. بس كده من عيني. الله يرحمها الست ام مرعي، كان نفسها ومنى عينها تشوف اليوم ده، بس إرادة الله والنصيب بقى. ألف رحمة تنزل عليهم. فكرتني بامي الله يرحمها، كانت هتبقى حامل. بس على فكره ما تقلقش على مريم، مريم هنا مش هتكون لوحدها، مريم زي اختيني، اذا كان علياني اني اتحط على الجرح يبرد. واذا كنت يعني بالك في حكايه السلايف ده، هي ما تخافش، اذا كانت سعاد ولا غاليه الاتنين احسن من بعض. امال ايه يا بنتي؟ ما هم اكابر ولاد اكابر. كتر خيرك يا حاج، ده بس من اصلك. ما تبطلي بقى لت وعجن وانده العرايس. اني برضو بلدت واعجن. حاضر، اهم العرسان اهم. الله يبارك فيك يا رب. تعالي سيبك بقى، تعالي عشان تبوسي ايد ابويا. يلا العروسه هنا. اهلا. تعالي اقعدي جنبي يا ولد. تعالي يا بنتي اقعدي جنب عمك هنا. حياه مباركه. الله يبارك فيك يا حاج. حياه مباركه عليك. ألف بركة يا حبيبي. الله يخليك ويبارك فيك يا رب. اعملوا حسابكم بقى يا عرسان، من بكره هتسافروا تقضوا شهر العسل. صحيح يابا؟ امال حاجز لكم في احسن لوكاندا وعلى البحر. ده ايه المفاجاه الحلوه دي؟ متشكرين قوي يا عم. ربنا يخليك ليهم يا حاج. سامع يا ثروت، شهر العسل على البحر مش على الترعه. طلعتها يا بنت. خلاص يا ثروت، ايام وعدت. يلا يا حبيبتي، انت استحليت القعده ولا ايه؟ يلا نهيص. انت لسه هتهيصوا تاني؟ تهيصت الصباحيه يابا، ما هو لازم ادالك كليتها تعب.
يا ابني انت وعروسك عشان تسافروا بكره الصبح من بدري. حاضر يابا، ربنا يخليك لينا وما يحرمناش منك يا رب. ولا يحرمني منك يا يلا يا حبيبتي تعالي اقعدي يا عروسه. يا ليلى بيضة سفينتنا نور، يا ليلى بيضة سفينتنا نور، والواد شاكرة يا بدر منور، يا ليلى بيضة سفينتنا نور، وعيني يا بنت وعينه، وعيني يا بنت وعينه، وكلام الحب وليله، وعيني يا بنت وعينه، وعلها يا واد وعالها، وعلها يا واد وعالها، القضيبة مالها، وعلها يا واد وعالها، وعيني يا بنت وعينه، وعيني يا بنت وعينه، يا صابتي ماسكينه، وعيني يا بنت وعينه، وانت احلى كبيري يا رب، وتعالى على حجري يا رب، انت احلى تاني يا رب، وتعالى على شاني يا رب، يلي عالدرعها وتعالى، يلي عالدرعها وتعالى، وسطي بيوجعني وسطي بيوجعني وسطي بيوجعني من رأس التاريخ، يلي عالدرعها وتعالى، قولوا لابوها كان قاعد يتعشى، قولوا لابوها كان قاعد يتعشى، كان عايز يهرب يغني يتمشى، قولوا لابوها كان قاعد يتعشى، وعينه يا بنت وعينه، وعينه يا بنت وعينه، وكلام الحب وليله، وعينه يا بنت وعينه، وعلها يا واد وعالها، وعلها يا واد وعالها، القضيبة مالها، وعلها يا واد وعالها، انت احلى كبيري يا رب، وتعالى على حجري يا رب، انت احلى تاني يا رب، وتعالى على شاني يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضل الشاي جاهز. يزيد فضلك يا معلم فتحي. امال المعلم عارف فين؟ في الدار لسه ما جاش، مسافة ما تشرب كوباية شاي وياي يكون جه إن شاء الله. ماشي يا سيدي، عزومه مقبوله. اتفضل. بس أنا يعني شايف إنك مش أول مرة تسأل على عم عارف، وأنت عاوز منه مصلحة ولا حاجة؟ مش انا، ده الحاج برهان. الحاج برهان؟ ايه؟ أنا أسمع إن الحاج برهان ده غني قوي وعنده حاجات ياما، مش كده برضك؟ يي ده اللي عنده مش عندي بلاد بزيها. إشي هنا وإشي في مصر، صلاة النبي عليه، مليونير وبيلعب بالفلوس لعب. وكمان ايه بقى؟ راجل كلمته مسموعة. ما انت شفت بنفسك انه كسب الحاج زكريا اخو العمدة في الانتخابات. لا حاسب، الحاج زكريا البلد كلتها بتحبه والناس روحهم فيه، غيرش بس النصيب. ما قلتليش انت مبسوط مع الحاج برهان ده؟ الحمد لله. وانت مبسوط مع المعلم عارف؟ معلم عارف الا مبسوط، ده المعلم عارف ده هو اللي مربيني، داني لحم اكتفي من خيره. طب كويس، حاكم الشغل مع الكبار دي بيريح البني ادم مننا. صح. بقول لك ايه؟ المعلم عارف اتاخر قوي، انا همشي ولما يجي يقول له يروح للحاج برهان ضروري. الله، طب ومستعجل على ايه؟ ما ديك قاعد ويايا يا ابن السايق. معلش مره تانية، ده انت هتزهق مني. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. مصلحه ما بين عم عارف وبرهان، مصلحه ايه دي؟ ايه يا حلوه؟ ما نزلتيش صياسي مع الستات تحت ليه؟ هما مشيوا؟ ايوه. هو انا يعني كان حد هيص لي عشان اهيص لهم؟ يعني ايه؟ يعني ساعة لما اتجوزني كانوا عاملينها لنا جنازة مش جوازة، وكل واحد مادت بوزه قدامه شبرين. يعني عليا لا فرحت ولا حتى سمعت زغروطي ولا طبلة. ليه هو انا ما هيصتكيش؟ واحنا مش نزلنا مصر قعدنا لنا يومين احلى من العسل؟ وبعدين جبتني بين 4 حيطان واللي اكلته بط لا عليا والزوز. يا حبيبتي اني عناية ليكي، شوفي انت عايزه ايه وانا هعملهولك. هو انت حجزت بصحيح لابنك وعروسته في لوكاندا على البحر؟ ايوه. فيها حاجه دي؟ انا كمان عاوزه اسافر اتفسح، انا زهقانه وتعبانه وعايزه افك عن نفسي، مش يسقطوني ويمرضوني وهم يتبسطوا. حاضر، ان شاء الله لما افضى من الشغل اللي عندي هاخدك افسحك. لا انا ماليش دعوه بشغلك، انت وعدتني لما اتجوزني ان انت هتفسحني تاني. طيب يا ستي لما اشوف. اشمعنى يعني شاكر ومريم مدلعهم قوي كده ومسفرهم اخر الدنيا؟ ولا انا يعني وقعت من قعر القف؟ ولا هو دايما الغلبان كده يتكل على قفاه ويضحك عليه كده؟ يعني هي دي اخرتها؟ انا ضحكت عليك وكلتك على قفاكي؟ طيب يا بنت الحلال كتر خيرك.
ايه يا عم عاد؟ ده انا لفيت عليك البلد كليتي، كنت فين؟ غصب عني والله يا حاج، جواز اخويا شاكر، وبعدين دخلت في شغل مع الحاج ما كنتش عارف اتورد منه خالص. طب واللي احنا فيه ده مش شغل؟ لازم تباشر وتشوف وصل لحد فين. طبعا، بس ما تنساش انني باجي لك هنا سرقه، ومحدش يعرف اللي بيني الا انا وانت. لو ان يعني خميس راح قال لي فتحي ان في مصلحه بيني وبينك. خميس؟ الله يخرب بيته، مين اللي قال له يقول الكلام ده؟ على العموم حصل خير، كويس اللي جت في فتحي، ده دراع اليمين وانا اللي مربيه، وسقت فيه ملهاش حد. بس نبه عليه بقى مره تانية ما يجيبش سيره لحد، مش كل مره تسلم الجره. لا، انا هشد لك ودان. حقك عليا يا سي عارف، حقك عليا، بس اكيد الواد ما كانش يقصد. على العموم حصل خير. ما قلتليش بقى كنت بتدور عليا ليه؟ مشروع سوق يا سيدي، قلت اعرضه عليك، يمكن تشاركني فيه زي ما انت مشاركني في المصنع دي. خير، مشروع ايه؟ شراء ثلاجات تخزين للمحاصيل بتاعت الفلاحين. ياه، بس دي تتكلف كتير قوي. يا سيدي يتكلف زي ما يتكلف، ده هيجيب تكاليفه في اقل من ثانيه. طب وده يحتاج رسمالة قد ايه يا حاج؟ يعني يعدي النص مليون. ياه، وده هتعملها فين دي؟ احنا هنشوف مكان واسع ونعمل فيه تلاجة ساعتها كبيرة 2000 طن مثلا، وبعدين نعمل لها التكييف المركزي اللي هي وحدات التبريد يعني. ايوه بس ايه؟ دي بتشتغل دورتين، صيفي وشتوي. ماني عارفها وبخزن فيها محاصيلي. وهتوفر علينا فلوس التخزين بره، هنخزن في ملكيني. اما حتة مشروع يجيب دهب بصحيح. عشان بس تعرف انك صاحبي وحبيبي وقلبي عليك. تعيش يا حاج برهان. بس ايه تاني؟ الحقيقة انا ما اقدرش اشارك في حاجة رسمالها كبير كده. على اقل من مهلك، سدد براحتك يا سيدي. طب ليه يا حاج؟ اقصد اشمعنى أنا يعني؟ ما انت ممكن تشوف اي شريك تاني جاهز. يا حبيبي انا مش محتاج شركاء، انا اعمل المشروع بفلوسي وانت شارك باي نسبة تريحك وعلى قد جهدك. انا كل غرضي انك تستفيد وتبقى معاك. برضه هتقول لي عشان خاطر جمايل جدي عليك؟ مش بس كده. امال ايه؟ افهمني يا عارف، انا ما حدش في البلد دي يعرفني الا الناس بتوع زمان، وانا بصراحة كده عايز ارسخ اقدامي في البلد. واحد زيك محبوب من الناس وشاطر في تجارته وشاب كله حماس، وفوق ده كله ابن عز، يعني عينه مليان، يعني مش هيفكر يسرقني. وانا كده يعني ما بين مصر وبين هنا، عايز حد يبقى مكاني هنا، يشوف شغلي ويشوف تجارتي. مش هلاقي احسن منك. عايز اسافر وانا حاطط في بطني بطيخه صيفي. فهمتني يا عارف؟ فهمت واقتنعت. ايوه، بس برضه الرسمال كبير عليا شويه. فكر يا عارف، فكر، وزي ما قلت لك انا المشروع هعمله، ولو حبيت تشاركني يا ابني سدد على اقل من مهلك. أنا بس نفسي أفهم هو راح فين؟ زي ما انتوا جاي يابا الحاج. اهو جه اهو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. انت هنا يابا؟ أنت فين يا عارف؟ ابدا، يعني هروح فين يابا؟ أنا اللي بس بتغطس فين كل ساعة والتانية؟ بلف على الشغل، هو انا ورايا غيره؟ أنا لسه جاي من المطعم وفوت على الأرض وشيعت لك على الدار وعلى المغلب، ما أنتش موجود في أي حتة منهم. بيصادف، كل ما اروح حته يقول الحاج لسه سائل عليك، الحاج لسه ماشي. المهم انت صحتك عامله ايه؟ صحتي؟ مالها صحتي؟ شكلك تعبان شويه، باينك اشتغلت النهارده كتير. مش كتير. إيه لا مؤاخذه يابا، كنت هنسى. أنت بتعمل إيه؟ ثواني بس يابا. اتفضل يابا. خليهم معاك لغاية لما نروح الدار. ما احنا لما هنروح الدار هتقولي خليهم معاك ووديهم البنك. خلاص ما دام أنت عارف خليهم معاك من أصله. اصل انا بخاف يابا، انا مشاويري كتير ورايح جاي هم في جيبي يضيعوا، لكن انت مروح الدار بالسلامه خدهم معاك. بكرة أخوك شاكر يرجع من شهر العسل، هيساعدك ويشيل عنك. يجي بالسلامه ان شاء الله. طيب هروح أنا استريح بقى. بسلامة الله. السلام عليكم. مع ألف سلامة يابا، في رعاية الله الله. يسلمك. ولا فتحي. نعم ايه؟ اوعى يا ولد تكون جبت سيرة قدام أبويا إني كنت عند الحاج برهان. لا والله يا عم عارف، عيب. الله، تسلم ايديك يا حبيبي. الاكل من ايدك له طعم تاني، يا اجمل وارق زوجه في الدنيا كلها. ربنا يخليك ليا وما يحرمنيش منك ابدا يا رب. ولا منك يا حبيبي واخويا وصاحبي وابويا وكل حاجه ليا في الدنيا. تعيش يا مريم، يا اجمل هديه ربنا اداها لك.
طب يلا بقى كل اوام علشان نطلع ننام بدري. يو يا مريم، لازم يعني تفكرين ان احنا هنسافر بكره. انا كمان يا شاكر، كل ما بفتكر ان احنا مسافرين بكره بحس اني عايزه اعيط. كل الايام الحلوه اللي احنا قضيناها هنا بحس انها لحظه واحده. بس مش اي لحظه حبيبي، دي اجمل لحظه في العمر كله. ان شاء الله يا حبيبي كل ايامنا مع بعض هتبقى حب في حب. ان شاء الله يا حبيبي، طول ما انت جنبي قدام عينيا هتبقى كلها حب في حب. طب يلا بقى كل اوان. حاضر يا تيتا. ازيك يا خالة نعيمة؟ ان شاء الله تسلمي يا قمر 14 يا بدر التمام. نورت الدار يا سيدي العرسان. الله يكرمك يا رب. انت وحشاني اكتر يا ابله سعاد. الحمد لله على السلامه يا ابن عمي، يا احلى عريس فيك يا مصر. الله يسلمك يا احلى بنت عم في مصر كلها. نورتي دارك يا قطه يا جميل، يا احلى العرايس. الدار منوره بيكي يا ابله غاليه، وحشتوني قوي. ده انت اللي ليكي وحشه كبيره قوي. الحمد لله على السلامه يا عروسي. الله يسلمك يا مرات عمي، عامله ايه؟ كويس. طب يا جماعه يعني داخل الاوضه ارتاح شويه بعد اذنكم. اتفضل يا يلا يا حبيبتي، يلا مع عريسك لا يحتاج حاجه. يلا. طب والنبي هقعد معاكم شويه. حبيبتي ارتاحي دلوقتي وبعد كده هنزهق من بعض. يوه ما تسيبيها على هواها. يلا يا حبيبتي بقى، يلا امال. طبعا اذنكم. اتفضلي يا اختي. مالك يا شاكر؟ مال ايه؟ ما فيش حاجه، خير. لا ده انت شكلك اتغير واتنرفزت فجأة ودخلت كده على طول. لا ولا اتنرفزت ولا حاجه. يلا انت بس طلع لي هدوم من الشنطه عشان نغير هدومنا. يلا. شاكر، نعم. في ايه بينك وبين مرات ابوك؟ هيكون في ايه يعني؟ وبعدين معناه ايه سؤالك ده؟ اصل انا حاسه انك مش بتحبها خالص. دي حتى لما باركت لنا انت ما ردتش عليها. ومش كده وبس، ده انت كمان بصيت لها بصه ضيق وقرف فظيعه قوي. انت ما بتحبهاش؟ انا مش بس ما بحبهاش، انا ما بطيقهاش. بصراحه انا كمان حاسه ان فيها حاجه انا مش مستريحه لها. يعني نظراتها وطريقه كلامها وشكلها فيها حاجه غريبه، بس انا كنت مكسوفه اقولك. بص يا مريم، احنا ملناش دعوه بيها، كانها مش عايشه معانا في البيت ده خالص. ازاي بقى؟ دي عايشه معايا في بيت واحد، ولازم هيحصل احتكاك ومعامله بيني وبينها. تبقى في حدود كلمه ورد غطاها، يعني صباح الخير صباح النور وخلصنا. اسمع يا مريم، معاملاتك بره حيطان الاوضه دي تبقى مع ابويا واخواتي واولاد عمي وبس. طب ولما هي وحشه كده عمي اتجوزها ليه؟ قصدي يعني اشمعنى دي اللي اتجوزها بالذات وهي بتاعت مشاكل كده؟ ده موضوع طويل ويطول شرحه، هبقى احكولك بعدين. المهم دلوقتي انا عايز اسس اسلوب حياتنا في البيت ده. ازاي؟ مش عايز حد يتدخل بينا، ولو حصلت مشكله بينا وبين بعض احنا اللي نحلها مش اي حد تاني. ولو حد زعلك لا قدر الله ولا حاجه تيجي تقولي لي انا، مفهوم؟ حاضر. بس انت ليه بتقولي الحاجات دي كلها؟ شاكر انت كده بتخوفني، انت محسسني ان انا داخله على تجربه جامده قوي. لا يا روح قلبي، لا تجربه جامده ولا حاجه. انا بقول لك كده لان احنا هنعيش في بيت عيله، يعني مش عايزه تدخلي في متاهات، انا عارف انها جديده عليكي. بس انا شايفه ان ابله سعاد وابله غاليه طيبين قوي. طيبين قوي قوي كمان، يعني متاكد انهم بيحبوكي قوي، ومتاكد كمان انك هتحبيهم. بس اهم حاجه يا مريم زي ما اتفقنا، اي حاجه تحصل تقولي لي عليها، ما تخبيش عني حاجه ابدا، مفهوم؟ حاضر يا حبيبي، هو انا ليا حد غيرك في الدنيا علشان احكي له؟ تسلمي لي، تسلمي لي يا اجمل مريم في الدنيا كلها. الله، انا مش قادر اصدق نفسي. معقوله حلم يتحقق ويجمعنا بيت واحد؟ وانا والله يا شاكر مش قادره اوصف لك سعادتي عامله ازاي. الله، ايوه كده، قولي لي كلام حلو كده يفرح قلبي ويفرحنا انا كمان. يلا يلا يا اجمل عروسه في الدنيا كلها عشان نغير هدومنا. يلا يلا. اسم الله عليك وعلى حواليك. تلاقيك يا حبة عيني تعبان من كتر اللف طول النهار. أنا عارفة ما بتريحش نفسك ليه؟ الأصول كده تاخد لك يومين تريح فيهم جديتك. مالك سرحان في ايه؟ قولي لي يا بنت، انت ماشيه ولا بايته الليله دي؟ لا بيات تاني مش هبات. لا يا اخت، رجالتك واقفين لك بالنبابيت ولا ايه؟ والنبي ما تتمالت عليا يا سعادة البيت. أنا مش عايزة أزعلك ولا ضايقك، إنما بيات تاني هنا بالحلال. حلال؟ ما خلاص دماغك ضربت من ساعة البنت صاحبتك دي ما اتجوزت زكريا. حسني؟ ايوه حسني، ما هي من عينتك، بصت لفوق هي كمان، بس حظها بقى وقعت مع واحد اهبل وعبيط. أهبل وعبيط؟ طب ده مهنينها ومدلعها وحاططها جوه عينيه، وهي كمان شايله جوه عينيه. طول عمره مدلع روحه زكريا دي.
طب وحد منعك تدلع روحك زيه؟ يعني انت شايفه انه متدلع ومبسوط؟ طبعا. خد واحدة بتموت في التراب اللي بيمشي عليه وبتتمنى له الرضا يرضى وتحت رجليه في الصغيرة قبل الكبيرة. عقبالك كده زيه. لا، اني احط نفسي في وضع زي دي ابقى خايب واخلي الناس تتكلم عليا؟ اللي يمشي ورا كلام الناس لا هو رايح ولا جاي، كل واحد يدور على راحته وبس. خراب يا دنيا عمر يا دماغي. ما خلاص بقى يا بنت وفضيها سير. ايه كل دي عشان قلت لك هتبيتي ولا لا؟ مع انك ما بيتت من اصله. انا كان قصدي يعني. لا قصدك ولا دياو، اسكتي. خلاص مدام زعيل وعايز نبات هبات. طب روح هاتي لي علبه سجاير وولعها من جوه. من عينيا الاتنين. بقول لك ايه يا سيدي الناس، ما تجيب لك كده لقمه تقود بيها قلبك بدل السجاير اللي انت عمال تحرق فيها صدرك دي طول النهار. عامله عشا كويس يا بنت؟ عامله لك الحلو كله. وريني الحلو بتاعك يا بنت. من عينيا. بقول لك ايه؟ نعم. هاتي لي السجاير الاول، اشرب لي سجاره قبل ما نتعشى. حاضر. ايه دول؟ شيليهم معاكي. اشيلهم فين؟ اهدي اللي تشيليهم فين؟ بقى قاعده في دار طويله عرضه زي دي وتقولي اشيلهم فين؟ دول مهيتك يا بت. مهيتي؟ خيبك بيت، ما كانش انعذر ولا باع جزر. دول يا هابله قرشين مخنصراهم من ورا البيت. ايه ما يحقليش يعني شايله من مجاميعه اكل وشرب ولبس وبغداده كمان. لا واعية يا بيت، صحيح لازم تأمني مستقبلك. ايش ضمنك يا اختي ايه اللي ممكن يحصل بكره؟ ما جايز يرجع على مصر وياخد حاله محتال ويقولك مع السلامه. يا اختي معاكي حق، الواحده مننا ما تأمنش لصنف راجل ابدا، ولو اني من ناحيتي وحياتك بعمل له اللي عشان يحس بيا ويتجوزني. يا رب يا بنتي يا عنايات، قادر ربنا ينولك جوازه سقع زي دي. ولو انه يا اختي مطنش ومش واخد باله، بس اني وراه اما اشوف اخرته ايه. وانت يا بيت ما خنصرتيش حاجه من ورا زكريا؟ ابدا والنبي يا اختي. يخيبك بيت، بقى تبقى عايشه في الهلمه دي كلها ومش عامله لروحك قرش. ماني خدت الجنينه من عينيهم. جنينه ايه دي يا هبله انت؟ الجنينه دي ارض جامده لا تشوفي منها لا ابيض ولا اسود، الا بقى لما زكريا يموت بعد عمر طويل. لازم تعملي لك قرش يسندك لحقة الزمن. ده عيله يا بنت ما بيتقوكيش. صح يا بنتي يا عنايات، كلامك يا اختي كله صح. ايوه يا اختي، خليني كده افكر لك واكل من بيت ابويا. يا اختي ان شاء الله ما نحرم منك ابدا. طيب شدي حالك انت بقى وحطي فلوسك مع فلوسي وخبيهم في مطرح بس يكون امان. امشاني بقى. استني يا بنت متخليكي انا معايا شويه. لا يا دوبك احسن بيه استعوقني، بس اني حامله هم الجرمه اللي تحت دي هنزل قدامه ازاي؟ ما تخافيش تعالي معايا. يعني شاكر اخويا لسه ما نزلش الشغل؟ لا لسه ما نزلش. هو لحق يتهنى بعروسته؟ ده يا دوب لسه واصلين امبارح من السفر. صراحه ربنا عروسته زي فلقه القمر. فعلا يا جليل، وكمان في منتهى الادب. انستي وشرفتي يا حبيبتي. الله يخليكي يا بنت ما بلحقش اشبع منك، كنت اقعدي معايا شويه. ما تخافيش، ما هي المرات جايه كتير. خطوه عزيزه يا اختي. الله يعز مقداري. اصل الواطي بيفضل طول عمره واطي، مهما بقى تلبسيه وتنضفيه بيرجع اصله ينضح عليه ويشمشم على القرف من تاني. يسلم فمك يا جليله. يا حبيبتي هوصلك لحد الباب البراني. لا يا حبيبتي ما تتعبيش نفسك انت، انا عارفه سكتي كويس. واحنا هيجيلنا عز منك ابدا، لازم اطلعك لحد بر. تعيشي اصيله وبنت اصول. شوفي يا اختي بجحت البيت وقدريه. امال ايه؟ خدي من ده كتير يا روحي. طب ده انت بعيدي ومرتاحي، لكن احنا في الهم ده على طول. قطعت سنينها السودة. بس انت اديتيها كلمتين في المليان يا جليله، واكيد فهمت انهم عليها. طبعا امال ايه؟ انا عايزاها تفهم. انا بس لولا اني مش عايزه اعمل مشاكل قدام البنت السوي التانيه ده، هي اني كنت شتمت بنت رابحه ومرمطتها. لا يا جليله ملوش لزوم، بلاش علشان عمي الحاج ما يزعلش. يا ستي اهو زعيقه تفوت ولا حد يموت، بس الواحد يبقى فش غل وخلاص. الحقيني ياما، الحقيني ياما. قلب امك. انت كنت حاجه عايزه تضربني. بتضرب مين؟ استني خليني بتضرب مين؟ بس ولا قليل الرباية. ايه يا بنت؟ عايزه تضربي مين؟ افتكرتي نفسك ست ولا ايه؟ يا جليله ابنك رماني انا وصاحبتي المحترمه بالتراب. شوفوا بقى مين اللي صلحته. مين يا بنت هيصلح
يلا تعيل عليك يا بنت، ما تقفي عوجي وتتكلمي عادل. ايوه اعملوا رباطيه عليا كده وانصروا واد صغير عليا. ايه يا حسنى، هي حرب عشان ننصر وما ننصرش؟ العقل بيقول ان مش معقول تجري ورا عيل صغير علشان تضربيه. اضربه واكسر رقبته ما دام قليل الربايه. قليل الربايه يا قليله الادب. اوعى تكوني يا بنت فاكراني سعاد ولا غاليه هيقولوا كلمتين وخلاص. لا داني ربي اربيكي وامسح بيكي ارض البلد كلتها ولا يهمني اتخن شنب. اخلصي يا غجريه يا ليله الربايه. الحقني يا حاج، شوف بقى اللي بيحصل لي. انا يابا غجريه وقليله الربايه؟ اصلك ما شفتش اللي عملته. صح يا عمي، هي اللي ابتدت. ما تفهموني ايه اللي حصل؟ ابني جليلي حدفني انا وصاحبتي المحترمه بالتراب. ليه وليه جريت وراه عشان اقول له عيب ما يصحش. لا ضربتيه وشتمتيه. صح يا عمي، ده اللي حصل. احنا لقينا الواد حسين داخل يجري وحسنى بتجري وراه والواد مرعوب. كدابين، انا ما ضربتوش يا حاج. كدابه ضربتيني. اخلص يا ولد، مش عيب عليك تقول لمرات جدك انها كدابه؟ اديك شفت بعينك اهو يا حاج اللي بيتقال وبيتعمل فيا. اتصرف انت بقى، انا خلاص ضغط ما بقتش طايق. يعني يابا عايزني اشوف ضنايا بينضرب واقعد ساكته؟ انا ما عملتلهاش حاجه، انا يا دوب زعقت لها بس، يعني ما ضربتهاش زي ما ضربت ابني. لا كان ناقص كمان تضربيها يا بت. ما هي زعقت ووجحت على الاخر يا عمي. ما هو مش اصولي يا عمي انها تعمل راسها براس عيل صغير وتخضه بالشكل ده. بقول لكم ايه، انتوا اتلميتوا على بعض. شغل النسوان ده انا فاهمه، وانت بالذات عمايلك انا فاهمها كويس. قصدك يابا انني سوسه وهي بريئه وغلبانه؟ انا ما قلتش بريئه وغلبانه، لكن ما تفهمونيش انها قدرت عليكم. بقول لكم ايه، يمينا بالله قسما عظما لو حصلت خناقه تاني لا يكون لي تصرف ما يخطرش على نفوخ واحده فيكم. جاتكم البلاوي. ابويا بيقول جاتكم البلاوي. انا يا غاليه مش جايه هنا تاني. لا مش تعالى يعني. يا جليلي اهدي يا جليله بس. جليلي الله اكبر. جليله استهدي بالله. يا جليلي يا جليله. ايه يا قلبي ايه يا حسني؟ كان ايه اللي جرى ده كله؟ ما جراش حاجه، ده ما كانش ناقص غير ان انت تيجي تلاقيهم ماسكيني من شعري وماسكين بيا الدار. ماني بهدلت جليلي وبهدلتهم كلهم، عايز ايه تاني؟ اقتلهم عشان ترتاحي؟ لا انا لا اروح في 60 داهيه بالغيظه والقهره ولا يهمك انت يا حاج. اوه يا حسني ما كفايه بقى، عايزاني اعمل ايه تاني؟ انا جبت لك حقك، اللي بهدلك بهدلته واللي شتمك شتمت. انا خلاص ما عادش ليا عايشه في الدار دي. يعني ايه؟ يعني لازم تاخد لي دار تانية عشان نبقى مرتاحين. اخد لك دار تانية؟ اوعى يا زكريا، اوعى تعمل كده يا اخويا. يعني عايز نعمل ايه بس؟ كل يوم والتاني يدبوا خناقه الرب السامع، وانا خلاص ما بقاش فيا لا عقل ولا صحه لكده. يعني هتسمع كلامها وتسيب دارك؟ ماني قلت لها ما ينفعش، بس انا كده هتعب ما بيناتهم. انت اللي جايب التعب لروحك. يعني هو اللي يقول يا جواز عشان يرتاح ويلاقي اللي تخدمه يبقى كفر؟ ما نتجوزها زي اي حد ما بيتجوز. اسمع يا زكريا، ما تفضلش تدور على مبررات عشان تيجي في الاخر وتقرر انك تسيب دارك ودار عيالك. انت كده بتفرط عقد ولادك اللي عشت طول عمرك تلضم فيه. يا راجل ده انت خليت ولادك واحد واحد يتجوزوا في الدار عشان يبقوا حواليك، وكنت دايما تقول ان ولاد الاصول لازم ما ينفرطوش ابدا عن بعض. تيجي انت في الاخر وعاوز تسيب الدار. اني ما قلتش كده، اني بس حاسس انهم مش قادرين ياخدوا على وجود حسني في وسطيهم. هي نافره منهم وهم نافرين منها، وانا اللي تعبان في النص. اسمع يا زكريا يا اخوي، انا ياما قلت لك ونبهتك وما سمعتش كلامي. يبقى تتحمل بقى نتيجه قرارك وتحل مشاكلك بنفسك، لان انت اللي عملت في روحك كده. لكن بيت تاني ولا تالت لا، ما يصحش ابدا. ايه لو انت يا مريومي بتعرفي تفصليه؟ اه والله يا ابله، دي دراستي اصلا تفصيل. اه يا غاليه، انا شفت هدوم عاملاهم بايديها حاجه حلوه خالص. يو وما فرجتنيش اني كمان ليه؟ ده انا وريتهم لابله سعاد وانا عندها في مصر. ايشي ملابس خروج وملابس بيت، حاجه تجنن فعلا. خلاص تبقى مريومي هي اللي هتعمل لنا لبسنا من هنا ورايح. يا سلام، من عينيا الاثنين. تسلم عليكي يا قمر، بس بشرط اشرطي زي ما انت عايزه. كل شيء بتمنه. اخص عليك يا ابله، معقوله هاخد منك فلوس برضو؟ يا اختي ما تاخديهاش بمعنى وحش، انا اقصد يعني بدل ما ندفع للخياطين اللي اي كلام اهو انت اولى. ما فيهاش حاجه يا مريم. مساء الخير عليكم. مساء النور يا مرات عمي. قال لي قاعدين يكفيكوا شر الجايين. بقى انت يا حبيبتي سايبه عريسي وقاعده تتسامري مع النسوان؟ اصل شاكر نايم، وعموما خلاص ده هينزل الشغل من بكره. يا عيني اوام كده. طب ده حتى ملحقش. طب داني الحاج فضل قاعد جنبي من ساعه ما اتجوزنا، ما نزلش من الاوضه ابدا. اصل شاكر عايز ينزل الشغل يشوفه ويتعود عليه.
يعني يا حبيبتي. لا يا اختي وانتي صدقي ده تلاقيه زهق منك. ايه ده ايه الكلام اللي بتقوليه ده؟ مش تنقي كلامك يا حسنى. وهو القمر ده بردك يتزهق منه؟ ده البدر نزل من السما وخدوا شكر ابن عمي عنده في بيته. مريم مريم، طبعا اذنكم، ده لازم شاكر صحي. اتفضلي يا حبيبتي. تسمعيش يا اختي عن مفرق الجماعات؟ يا ساتر، مش هتتغيري ابدا يا حسنى. ايوه يا شاكر، كنت عايز حاجه يا حبيبي؟ ايوه انت فين؟ يعني ما لقيتكيش جنبي، قلقت عليكي. كنت قاعده مع ابله سعاد وابله غاليه شويه. وحشتيني قوي. انت اكتر يا حبيبي. تعالي. يا سلام، عاجبني ذكائك قوي يا عارف. ويجي ايه جنبك يا حاج برهان؟ لا، بكره تبقى زيي واكبر مني طول ما انت حاطط ايدك في ايدي. اللي على الله يكون. وايه رايك في المشروع الجديد اللي عرضته عليك؟ اظن ده مكسبه ياما. ايوه بس يعني من غير بس، ماني قلت لك يا سيدي كان على الفلوس على اقل من مهلك. انا اول مشروع ادخله في حياتي ما كنتش اتصور اني هبقى شريك فيه، وملت واتعدلت لحد ما عملت الرسمال بتاعه. وده مشروع ايه ده؟ ده كان دكان صغير يعني في نزلة السمان، شاركت فيه واحد كان بيشتغل عند الراجل اللي كنت بشتغل معاه. هو انت لسه ليك شغل في مصر يا حاج برهان؟ ايوه طبعا. ولا مؤاخذه يعني انت بتشتغل في ايه هناك؟ شوف يا عارف، انا تاجر، اتاجر في اي حاجه وفي كل حاجه، المهم ما بطلش شغل. كل ما الاقي مشروع يدور الفلوس بدل رقدتي ادخل فيه على طول، المهم المكسب يبقى مضمون. اشرب الشاي. حاضر حاضر يا حاج. راضي، يا سعاد في ايه مالك؟ انا عايزه انزل مصر بكره ضروري. ليه خير؟ حصل حاجه؟ لسه قافله التليفون مع ماما وبتقولي ان بابا تعبان قوي. ماله؟ قلب سلامه ليه؟ رجعت له ازمه القلب تاني. لا حول ولا قوه الا بالله. خلاص اول ما يطلع نهار ان شاء الله نروح له على طول. متشكره قوي يا راضي. متشكره على ايه؟ ابوكي ده زي ابويا بالظبط. يلا انت نامي بقى عشان نصحى بدري، وان شاء الله هنروح نلاقيه زي الفل. يا رب يا رب. اسبقني يا قلبي اسبقني عالجنة الحلوة اسبقني، اسبقني وقول لحبيبي انا جاي على طول يا حبيبي، اسبقني وقول لحبيبي انا جاي على طول يا حبيبي، الحقني اوام الحقني الحقني اوام الحقني عالجنة الحلوة اسبقني. حاج حاج قوم اقعد معايا يا حاج، انا زهقانه. حاج
الحمد لله، الحالة استقرت وبقيت عيال. الحمد لله. ألف سلامة عليك يا عمي. الله يسلمك. سعاد، ايه اللي جابك يا بنتي؟ مش قلت لك يا حاجة بلاش تقولي لهم عشان ما يتشحططوش الشحططة دي كلها؟ شحططت ايه بس يا عمي؟ صحتك عندنا بالدنيا. ألف سلام عليك يا حبيبي. مبسوط يا مولانا؟ اديك تعبتهم كلهم معاك يا ام. والله يا دكتور انا لا كنت عايز اتعب حد معايا ولا اقلقه ابدا. ولا تعب ولا حاجة، ده انت غالي قوي عندنا. الحمد لله، هذا فضل من الله. ده يا دكتور طول الليل صاحي ومصحيني وياه. هيبقى عالي ان شاء الله. ها حاسس احسن دلوقتي؟ الحمد لله. ده فضل ربنا كبير عليا قوي، ويكمل فضله عليك بقى لو اتبعت التعليمات. دول ولادك وانا هشتكيك ليهم. خير يا دكتور. الراجل ده مريض بالقلب والمجهود اللي بيبذله كبير جدا عليه، ومليون مره اقول له بلاش التعب والمجهود ده. ليه مفيش بس فايده كده يا برضه. بابا؟ ليه يا حبيبي؟ ده احنا ملناش غيرك، عشان خاطري يا بابا حافظ على روحك. الحافظ هو الله يا بنتي. ونعم بالله يا عمي، بس برضه لازم ناخد بالأسباب، مش ده كلامك؟ لا يا ابني، ده كلام المولى عز وجل، فهو القائل بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا لكل شيء سببا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. طب نسمع كلام ربنا بقى ونتبع التعليمات. طيب ان شاء الله هتبقى كويس. انا هعدي عليه مره تانية ان شاء الله. ان شاء الله يا دكتور. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. يا دكتور ألف شكر. ليه كده بس يا حبيبي؟ ليه تقلقنا عليك؟ ما تقلقيش ما تقلقيش يا بنتي، ده عمر الشقي باقي. شد حيلك شويه يا صابر. تمام يا باشمهندس. خش بقى المكنه عشان نرش الارض قبل الشمس ما تروح. حاضر يا باشمهندس. السلام عليكم يا شاك. لا عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا وسام؟ خبر ايه؟ انت هترش الارض كيماوي؟ ايوه يا سيدي. انت بالسبق قلت انك مش هترشها. انا قلت مش هرش الارض بالكيماوي القديم لانه كان بيضر الزرع، لكن ده كيماوي جديد بعت جبته مخصوص من مصر من وزاره الزراعه، اهو ده بقى يقضي على الافات كلها من غير ما يضر الزرع. يا سلام يا سلام. ايوه انا موصي عليه بقالي مده ولسه واصلني حالا دلوقتي اهو. اتاري الناس رايحه جايه يقولوا شكرا ابو زيد بيهندس في الارض بتاعتهم. يعني لو ما طلعتش بفايده من التعليم اللي اتعلمته ده كله تبقى عيبه في حقي. صح صح يا باشمهندس، انت كنت فين من زمان؟ ده العلم نور بصحيح. ايه دي؟ الفلوس دي ناقصه. ناقصه؟ ناقصه ازاي يعني؟ وناقصه قد ايه؟ ناقصه كتير. شوف كده يا حاج، يمكن تكون اشتريت حاجه وناسي. معقوله؟ معقوله اكون صرفت منها وانا ناسي؟ وليه لا؟ جايز.